لو زهقتوا من الفراخ التقليدية وعايزين تعملوا حاجة جديدة، دي أسهل سويت اند ساور ممكن تعملوها. هقطع الفلفل الألوان هو والبصل على شكل مربعات، وممكن كمان أحط جزر وأحط رشة زيت وأحط البصل الأول وبعد كده الفلفل الألوان. مش عايزة أشوحهم كتير عشان يفضلوا محافظين على لونهم. هحط معلقتين صويا صوص وثلاث معالق كاتشب، هحط عليهم فصين توم مفرومين ومعلقة خل، وهحط نص كوباية مية عليها معلقتين نشا ومعلقة سكر وكوباية مية سخنة. هحط رشة ملح ورشة فلفل وهسيبها بقى على نار هادية جدا، مش كتير، هما 5 دقايق بس، وهتلاقوا الصوص تقل وبقى بالقوام ده. بصوا، اهم حاجة ان انتوا تطلعوه بالمعلقة كده يبقى تقيل. انا بعملها بستريبس بما انها وجبة سريعة، بس ممكن تعملوها ببانيه عادي. وهنزل بقى الفراخ اللي انا قطعتها دي على الصوص اللي انا عملته. طبعا الفراخ اول ما تتقلب معاها هتشرب كل الصوص، هزودها نص كوباية مية بس واسيبها على النار 5 دقايق كمان. هديها رشة سمسم من فوق كده لزوم الحبشتكنات، وهتبقى جاهزة وخطيرة. من كتر سهولتها مش هتصدقوا ان الطعم ده اتعمل في الوقت ده. وبالهنا.